يعجز لساني على شكرك وإفادتك لي بهذه الأحاديث وشرحها، والجهد الذي وضعته من أجلي وأجل الأمة. الله يرزقك بشربة الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية ربك عز وجل في جنة الفردوس. اللهم آمين يا رب العالمين أجمعين. الله يحفظك يا أخي الكريم، ويرضى عنك ويرضيك، ومن كل خير يعطيك، ويحقق أمانيك، وفي أعلى الجنة يجمعنا فيك والأحبة أجمعين، آمين. والله هذا أقل شيء نقدمه لديننا والتبليغ عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما علمنا: بلغوا عني ولو آية. الذي عنده علم شرعي وسئل عن شيء يجب أن يبلغه ولا يكتمه. نعم، لأن من كتم علما كما قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وهنا نوصل رسالة لطلبة العلم، إما لقلة علمهم أو لكسلهم. أحيانا أحد السؤال يسأل: ما حكم كذا؟ ذاك يقول له: يجوز، لا يجوز، حلال، حرام، فقط من غير أن يعطيه الأدلة. هذا خطأ. السائل يحتاج أن يسمع الدليل. يعني أنا منذ كنت صغير مثال هكذا تدور في بالي أفكار، يقول لي شخص: يجوز، لا يجوز، حلال، حرام. طيب أعطيني الدليل، أعطيني البينة، أعطيني. يطمئن قلب السائل. نعم. فكلما أعطيت إنسان أدلة عن هذا الموضوع كلما اطمأن وارتاح قلبه. أخص يسمع الدليل، قال الله قال الرسول، يعني شرح الصدر لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا يشرح من أقوال أهل العلم ويفسر هذه المسائل. بارك الله فيك يا أخي الحبيب. وإن شاء الله سأعمل قناة، لأن هذه قناة محظورة، الله المستعان، قناة كلها للفتاوي، نسأل الله الإخلاص والقبول. نعم، قناة سؤال وجواب بإذن الله تعالى. وأعطيك حديث ختامة للنبي عليه الصلاة والسلام: مسألة البصر. قال عليه الصلاة والسلام: كان يعلمنا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نعم. أيضا دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوق نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، أو كما جاء في الدعاء. ضحكت تذكرت ذكر الشيخ صالح المنجد فك الله أسره، قال شخص وذكر أيضا الشيخ العريفي، ولكن أظنها والله أعلم العريفي سمعها من صالح المنجد. المهم، كان أتاه شاب، الشيخ صالح كما ذكر كان يشرح فيما أذكر الأربعون القلبية، والله أعلم، أو غيرها من الكتب، ونسيت. المهم، فقال له أحدهم ويروي قصة يعني: يا شيخ، قلبي متعلق بفتاة وكذا وكذا وكذا، كيف أفعل؟ ولا أستطيع الزواج بها، ولا أستطيع كذا. فعلمه الشيخ دعاء هذا: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، و فعندما انتهى الشيخ قال: يا شيخ، هي اسمها نورا. الله يسعدك، هي اسمها نورا. لا حول. فنسأل الله ينور قلوبنا ويشرح صدورنا وينور أبصارنا وبصائرنا، ويهدينا ويثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.